ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. اكلمكم النهاردة ان شاء الله عن موضوعين مهمين جدا. فوز الاهلي في المباراة الودية طبعا اللي اقيمت امبارح مع الملعب التونسي، فريق الملعب التونسي. وموضوع اعتذار وسام ابو علي. متنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. اول حاجة، امبارح كانت بدايات مباريات الاهلي الودية، تحضيريه للموسم الجديد. طبعا ريبيرو بيحط طبعا النقط على الحروف، عايز يشوف اللعيبه مين التشكيل اللي هنستقر عليه، مين اللي هيفضل موجود في النادي، مين اللي هيمشي، مين اللي هيقعد دكه، ايه التدعيمات اللي محتاجينها وهكذا. طبعا الماتش كان كويس جدا ككل، فتره تحضيريه كويسه جدا للعيبه كلها. بس لفت نظري قوي محمد شريف، ما شاء الله ان هو اول ماتش بعد عوده ومتالق، حسه التهديفي لسه زي ما هو، وكمان ملاحظ انه كمان عالي شويه. طبعا احنا مش هنحكم من مباراه واحده، لكن محمد شريف احرز هدفين، وكان مساهم بشكل كبير جدا، تقريبا هدفين في شوط، فكان مساهم بشكل كبير جدا في ضغط الاهلي الهجومي وفوز الاهلي. فمحمد شريف لا، عودة حميدة جدا وأحرز هدفين وكان متألق الصراحة في المباراة. بن شرقي طبعا ما فيش كلام على بن شرقي يا جماعة، يعني بن شرقي كواليتي عالي. أحرز هدف طبعا فني جدا، أحرز هدف ممكن مش أي حد يقدر يسجل الهدف من الزاوية الضيقة دي. فبن شرقي احرز هدف برضو كان جميل جدا وكان مؤثر. زيزو كان مستواه كويس. تريزيجيه كان مستواه كويس جدا، وكان فيه فاعليه في ناحيه الجناح الشمال. اي نعم ما كانش فيه الفينش الاخير عند تريزيجيه، عايز يتظبط شويه، بس تريزيجيه طبعا تريزيجيه معروف مفيش كلام يعني، وانا واثق ان شاء الله من تالق محمود حسن تريزيجيه يعني. تمام يعني، ككل المباراة أنا اتفرجت عليها، مباراة كويسة. إن شاء الله المباراة الجاية يوم الجمعة، وإن شاء الله بإذن الله الفترة التحضيرية دي تؤتي بثمارها على فريق النادي الأهلي، والفريق يبقى كويس في بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله إن شاء الله نحصد كل البطولات. الموضوع التاني بقى، والموضوع المهم جدا وحديث الساعة حاليا، موضوع اعتذار وسام أبو علي. الموضوع ده بقى بايخ ورخم، أنا عملت فيه كذا حلقة. موضوع وسام عموما، وسام ماشي، وسام قاعد، وسام بيتهرب، وسام غلطان، لا الاهلي اللي غلطان. مثلا الاتحاد الفلسطيني ينزل بيان، الاتحاد الفلسطيني يمسح البيان. ففي اصلا لخبطه في الموضوع بتاع وسام. اخر حاجه، وكان تقريبا اخر ظهور لوسام مع النادي الاهلي اصلا او بتيشيرت النادي الاهلي، فيديو طلع اعتذر فيه. اتكلم والراجل، اتكلم قال قد ايه انا بقدر الفريق، وقد ايه الاهلي كبير، وقد ايه انا بقدر النادي الاهلي وهكذا. والراجل كمان طلع يقول يعني يا جماعه انا غلطان وما انصحش حد يعمل زي ما يكون بيقول ان هو نوتي، يعني الراجل نوتي وما ينفعش حد يعمل زيه لانه بيغلط. مش المفروض ان انت لعيب اوروبي جاي من دوري اوروبي عشت في اوروبا، فالمفروض التعامل احترافي؟ لا، الراجل بيقول محدش يعمل زيي. فالراجل طبعا كلامه ده تقريبا نهى كل الاقاويل ونهى كل الكلام اللي بيتقال عن اضطهاد وسام، وان الاهلي عايز يدمر وسام وهكذا وهكذا. طبعا دول المغرضين اللي بيقولوا كده، او اللي مش عارفين حاجه يعني. فالراجل طلع اتكلم بنفسه وقال محدش يزايد على النادي الاهلي، انا اللي غلطان وانا اللي عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الراجل بيستعطف الجماهير، اكيد بيستعطف الجماهير لازم، لان جماهير النادي الاهلي يا جدعان ما فيش حد يعني ما بيبقوش على حد، ودي حاجه كويسه جدا. اي حاجه هتقف قدام مصلحه النادي مش عايزها ان شاء الله تكون روحي فيها. فطبعا موضوع وسام ابو علي ده مهاجم قوي، مهاجم تقيل، وانا كمان متاكد ان احنا لغايه مثلا وقت قريب جدا مش هنجيب مهاجم زيه، لغايه وقت قريب جدا مش هنجيب مهاجم زيه متكامل زيه. بنتمنى طبعا المهاجمين اللي عندنا، او لو هندعم بمهاجم يبقى قد المسؤوليه وقد المكان. لكن وسام ابو علي فعلا كان مهاجم فريد من نوعه من بعد عماد متعب طبعا. طيب بس طبعا قدام مصلحه النادي الاهلي وقدام مبادئ النادي الاهلي، لا مع السلامه يا وسام. وكل هو ما كانش متوقع كده، هو ما كانش متوقع كده ان احنا هنسيب بسهوله، اللي هو ايه، مع السلامه. ولازم يبقى في حمله ضدك من الجماهير. الجماهير طبعا اديتك حب واديتك دعم واديتك، وكانت بتقوم تقف لك لما بتسجل اهداف وبتحبك وبتنادي باسمك والفدائي الفدائي. ترجع بعد كده تبيع، فطبعا دي حاجه مش حلوه. انا ما بقولش ان انت تبيع في فتره انت مثلا انتقالات اللي هو انت ماشي، او ان انت مثلا عقدك انتهى مع النادي وماشي، لا انت راجل عايز يعني تهرب. يعني انت لو مش مربوط بعقد مع نادي قوي كنت هربت ومشيت، لان انت في 4 سنين ليك مع الاهلي، يعني لسه 4 سنين، انت متخيل رقم قد ايه؟ مش سنه ولا اتنين.
فطبعا لا، الجماهير لها حق تزعل طبعا، بس الجماهير بتاعت النادي الاهلي ما بتقفش على حد ولا بتقف على اي لاعب، معروفه مصلحه النادي الاهلي واحنا وراه، ولا اداري ولا رئيس نادي ولا لعيب كوره. فوسام ابو علي مع السلامه، واعتذارك طبعا مش مقبول زي كل جماهير النادي الاهلي، طبعا اعتذارك مش مقبول، مع السلامه، وبنتمنى لك التوفيق في حياتك وفي مستقبلك الجاي. احنا ما بنتمناش لحد انه يبطل كوره، ولا نتمنى لحد انه يجي له اصابات لا قدر الله، ولا اي حاجه من دي. انت يا ابني اخترت مثلا فلوس، فربنا يعينك على اختيارك، وربنا يعينك على الفريق اللي انت اخترته، وربنا معاك، مفيش مشكله خالص. بس اهم حاجه، اهم حاجه تبقى انت قد اختيارك ده وتتحمل عواقبه لو ليه عواقب يعني. فطبعا اعتذارك مش مقبول. الموضوع بقى بتاع اعتذار وسام ده، في بيج اسمها كابيتانو تناولت الموضوع بطريقه لذيذه يعني، فانا ممكن اقرا لكم هي تناولت الموضوع ازاي وحللوا اعتذار وسام ازاي. اول حاجه قال لك اولا في رد على بيان الاتحاد الفلسطيني من اللاعب نفسه لاتحاده، لانه بيقول في الفيديو: انا اسف على تصرفاتي، اكن الاهلي بيرد على البيان بيقول لهم لاعبكم اللي غلطان اصلا. وفعلا الراجل طلع قال فعلا كده في الاعتذار بتاعه: انا اسف على تصرفاتي وتصرفاتي غلط. هو اللي قال تصرفاته غلط، والاتحاد الفلسطيني كان بيقول انقذوا وسام والحقوا وسام، حرام عليكم. فدي اول حاجه. ثانيا بيعتذر للجمهور حتى بعد ما مشي بشروط النادي، فيقوم الجمهور رادد عليه يقول لك اسفك مش مقبول ويلا مع السلامه، اللي هو فكك، عارفين انك بتحور ومش هتكسب تعاطفنا. ودي فعلا في النادي الاهلي، وفعلا انت بتحور وفعلا مش تكسب تعاطفنا، والدعم اللي اديناه لك هنسحبه منك على اي منصه تواصل اجتماعي، هنسحبه منك في العموم، هنسحبه منك، مالكش عندنا اي دعم. ثالثا، بقى انه بقى عبره لاي لاعب غيره يفكر بس انه يتعوج على النادي او جمهور النادي، وقتها يكتشف انه لو كان النجم الاوحد هيبقى زيه زي اي لاعب ملوش اي لازمه، والجمهور كله هيطالب برحيله زي ما حصل فعلا. كده كده خلاص يعني، كده كده اي لاعب هيفكر يتعوج هو فاهم اللي حصل. ده كان نجم الفريق الاول يا جماعه، وسام ابو علي كان نجم الفريق الاول تقريبا من المحترفين، كان نجم الفريق الاول حرفيا هو امام عاشور، بس وسام ابو علي كان نجم الفريق الاول حرفيا. طبعا عارفين وسام ابو علي يعني إيه، انا مش هتكلم عليه كتير طبعا. وقلنا له مع السلامه. فتخيل بقى مين هيقدر يتعوج بعد كده على النادي؟ هيفكر مليون مره ان النادي الاهلي دراعه ما بيتلويش ولا بيقف على لاعب. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب. سلام عليكم.